هلو. ده هيكون بارت 5 من الجامد والاجمد والغسولين اللي انا هتكلم عنهم النهارده. هما البشره الدهنيه، والغسولين دول هما توبي جنت. وتوبي جنت انا كنت متكلمه عنه بادق الديتيلز بتاعته في كذا فيديو لوحده. والتاني هو بتاع استرفل، وبرضه كنت متكلمه عنه بادق تفاصيله كلها في فيديوهات. مش هيكون جامد واجمد زي كل الفيديوهات يعني، لان الاتنين بالنسبه لي من الغسولات التحفه قوي، واكتر تو غسول انا جربتهم وريحوا بشرتي جدا جدا جدا، ودول يا جماعه للبشره الدهنيه. فالاتنين بالنسبه لي مش وحشين خالص، ومش هنحطهم في مقارنه الجامد والاجمد منه، بس هقول حاجات بسيطه قوي. بصي، التو غسول للبشره الدهنيه زي ما انا قلت في الاول خالص، بس الفرق بينهم ايه؟ توبي جنت انا كنت بستخدمه على فكرة، دي كانت العبوة الخامسة او حاجة، استخدمته فترة كبيرة جدا جدا جدا. بس الفرق بينه وبين ستارفل، اهو ستارفل يا جماعة، ثواني اوريهولكم. دي التالتة ليا، لو عرفت اجيب لكم الفاضيين عندي هجيبهم لكم. بحبه قوي 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 قوي. بس الفرق بين ده وبين ده ان توبي جنت كان لذيذ قوي مع وشي وبينشف لي الحبوب وكل حاجه، بس كان مخلي لسه بشرتي دهنيه. انا من البشرات الدهنيه قوي، اللي هي وشي كده بيبقى عباره عن سمنه، بجد سمنه بطريقه مستفزه جدا. فالسمنه دي انا ما كنتش حباها خالص خالص خالص، فكانت بالنسبه لي شيء مقزز قوي. فلما استخدمت ستارفل ونشف لي وشي خالص، ودي حاجه مش اي حد ممكن يحبها، بس انا بالنسبه لي كانت فكره ان في غسول منشف لي وشي، دي كانت حاجه بسطاني جدا. منشف لي وشي مش جفاف، على قد ما هو منشف لي، كل الدهون اللي في وشي، فدي حاجه كانت مريحاني. والنشفان اللي هو كان بيعمله شويه لو خلى بشرتي جافه شويه يعني، انا كنت بقدر اظبطها بالمرطب. فبالنسبه لك لو انت محتاجه وشك ما ينشفش الى حد كبير، هتكوني في توبي جنت. انما لو وشك سمنه جامده زي وشي، يعني انا وشي مازال لغايه دلوقتي ممكن اغسل وشي بالغسول وانام اصحى الاقي وشي دهني، بس طبعا بطريقه اقل بكتير من المعتاد لي. فلو عايزه حاجه تنشف لك وشك خالص، تنشف لك الدهون خالص، هتبقى ستارفل. ولو عايزه الدهون رايحه جايه، هيبقى التوبي جين.